السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بدون مقدمات كتير، اولا احنا انقطعنا شهر كامل للاسف بسبب ضغوطات في حاجات معينه، بس ان شاء الله راجعين بقوه. وما لقيتش احلى من الفيديو دوت، احلى جينات شفتها في حياتي. فيلا بينا يلا بينا. الشاب دوت شاب افريقي، بس طبعا مش عايش في افريقيا. جيناته جباره، يعني عنده 18 سنه. اوريكم الفيديو بتاعه، عنده 18 سنه. بيقول ان هو ناتشرال، بيقول ان هو طبيعي. يا جماعه تعالوا نبص على فيديو، يعني من اشهر الفيديوهات عنده. يعني بص، يعني اللهم صل على النبي. يعني هو من غير ما يعرض عضلاته فيها بروز قوي جدا، ناشف قوي، ناشف، كتله عضليه جباره. البوزنج عنده وحش جدا، فده يدل ان هو لسه مبتدئ. يعني هو مش بقاله مده كبيره، فده يدل ان فعلا هو هو جيناته قويه او مش بياخد هرمون. بغض النظر هو بياخد ولا لا، انا عايزك تمتع عينك بشكل عضلاته. البايسبس دي انا مش شفتهاش غير في ارنولد. بايسبس تحفه، بايسبس كده مكوره، اخده مكان. يعني من العضلات القليله جدا اللي تلاقي، الاجسام القليله جدا اللي تلاقي البايسبس في الباك دبل باي باينه. ميبقاش عندهم لما يجوا يعملوا دبل بايسبس بالظهر تلاقي عنده البايسبس كده باينه صغيره. لا هنا تبص بوم ما شاء الله. تيجي تبص بقى هو طبيعي ولا لا. بص الكتف، حجم الكتف بالنسبه للترايسبس عامل ازاي؟ تقريبا الضعف. الكتف دوت لو هو بياخد استرويد فعلا كان زمانه بقى اكبر من كده بكتير بكتير قوي. انا اعرف ناس ما بتتمرنش تقريبا كتف وبتاخد استرويد وجيناتها عاديه متواضعه، يعني عندهم ما شاء الله كتف تحفه، كتف جبار. الكتف دوت لو بياخد استرويد والله لا تلاقيه قد كده. هتلاقي تاني حاجه اثر الهرمون على وشه نقي، مش يعني اثر الهرمون على وشه كان هيبان، لان الهرمون بيكبر الشخص. فهتلاقي ملامحه ملامح شاب صغير مش شاب كبير، هو بس جسمه اللي كبير. انما انت لو قطعت دماغه بس، لا واحد عنده 17 18 سنه فعلا. يعني مش لو اخذ هرمون هتلاقيه مثلا يدي على 22 23. ليه؟ لان هتلاقي الجولاين بقى كبر، الجلد بتاعه كبر شويه. بس ده طبعا ما يمنعش ان هو ما بياخدش هرمون. الله، يعني برضو دي حاجه احنا استنتاجات كده بنحاول نستنتج، لكن في الاول والاخر ممكن يكون بياخد هرمون محدش بياخده. انما هو بقى لو بياخد استرويد بالمعلومات ديت فهو كان زمانه اخد كميه استرويد مهوله، كان اذى نفسه. يعني افهمك قصدي، انت لو اديت شخص مبتدئ، شخص مثلا بقاله 3 شهور بيتمرن، اديت له مثلا الاسترويد وقلت له البتاع دوت هيخليك عضلات بوم، هيخلي عضلاتك في حته ثانيه، هيقول لك بجد، هيهري نفسه منشطات. ليه؟ لان هو ما عندوش وعي الكافي ان هو يعرف اضرار المنشطات فعلا. فلذلك لو هو اخذ المنشطات كان هتلاقي فعلا اثر على جسمه مهول زي سامسونيك. يعني اكبر مثال سامسونيك، بس سامسونيك داخل عارف طبعا هدفه، كان بياخد كميه منشطات غريبه بانت على وشه، بان على ظهره، بان على دراعاته وكتفه، باين ان هو بياخد ستيرويد فعلا. فانا الصراحه اتوقع لجوليان مستقبل قوي بجد. اكتب لي في التعليقات بقى انت شايف ايه، وشايف يخش بطولات ولا لا، وهل هو فعلا روني كولمان الجاي ولا لا. مع السلامه.